هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتوره بيطري. انا جاي اشتغل عندكم سفير. وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين جو بارل فرونسي كوم لو بتيز اوازو. يا ليبي ان انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خليني انا بقى اظبط، خلينا اهندس. ماشي هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل، احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري. هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه؟ انا مؤهل. شايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90-90. مي سليم، جايه تشتغلي ايه النهارده؟ بصي، هو انا هبقى تافهه شويه، حاسه اكيد الناس اللي سجلتي معاهم قالوا لك حاجات عظيمه. بصي، فانا عايزه لا تستهيني بقدراتك. فعلا انا بحاول ده، بس انا يعني خيالي مش هروح للحاجات السياسيه ولا الحاجات اللي هي ممكن ناس كتير قوي تفكر فيها. انا نفسي اعمل حاجه يعني نقابه مثلا لمصممين الازياء، نقابه استني تبقى ايه، ستايلست، او اللي هم ستايلست اللي هو بيعملوا مثلا بيبقوا مسؤولين عن اللبس والكاركترز والحاجات دي. نفسي اعمل نقابه تبقى مسؤوله عنهم، مسؤوله بقى. ولغير كده بقى نفسي في ابعاد كتير قوي، يعني بفكر في حاجات كتير. الناس اللي ما بتعرفش يبقى في مدرسه تعرف الناس، او برنامج اسبوعي يعرف الناس يعني ايه ماتشنج كولرز، يعني ايه تلبس ايه على ايه. مثلا الرفيعه مثلا عشان شكلها، يعني طبعا بنشوف برامج كتير قوي للموضه والحاجات دي انا معاه، بس يعني برنامج يتكلم عن الالوان فقط. ازاي تقدري تعملي كنترول على 90 مليون مواطن في البلد؟ بالظبط، يعني حتى الوان لبس اليونيفورم بتاع المدارس ساعات بتبقى في حاجات مستفزه قوي. ايوه، ازاي هتظبطيها بقى؟ ايوه، ما احنا لازم نوحد لبس المدارس كله يبقى مثلا حاجه واحده. او بصي عشان ما تلخبطش المدارس، بالمحافظات مثلا. يعني المحافظه دي يبقى لبس المدرسه بتاعها كذا، ودي كذا، وما فيش حاجه اسمها كل واحد يلبس على مزاجه. ما في، لو سمحتي كلها تبقى واحده. ويعني والعصا السحريه بقى اللي انا عايزاها بقى، ان انا يكون معاكي عصا سحريه. يا سلام، ده انا هغير. بصي معالي كل واحده، شفتي اللي هي سندريلا لما عملوا لها بالعصا السحريه كده، غيروها. انت رايحه حفله تن البسي ده. طب ده انت لذيذه جدا. طب ده انت كده هتغيري الناس كلها للاحسن. والله بصي، يمكن ان الله جميل يحب الجمال. في ناس بتبقى شكلها حلو قوي، لكن يعني بتبقى محتاجه ان انت تساعديها في ان انت تخليها تلبس حاجات لايقه على بعض. او تلاقي مثلا واحده مثلا جسمها رفيع قوي، مثلا لابسه حاجات مش لايقه عليها، مرفعاها اكتر. او واحده مثلا جسمها مليان شويه فلابسه حاجه تايت قوي ومحجبه. طب عايزه اسالك سؤال، انت هتبقي ماشيه بقى في الشارع بالعصا السحريه دي؟ مش خايفه انها تتسرق مني؟ ده الناس هتحسدك عليها اصلا. عارفه العقد الذهبي اللي هو بنام بيه وبصحى بيه، او طاقيه الخفه اللي كنا بنسمع، او مصباح علاء الدين، حاجه كده اللي هي ما تفارقنيش وانا نايمه. العصايه فين؟ طب سؤال، هو احنا عايزين نبقى متفقين، هي العصايه دي بس ان هي هتغير اللبس بس، نبقى مسؤولين عن النظافه. يعني مش معنى ان احنا ممكن، يعني النظافه دي مهمه جدا على فكره، والله العظيم في كل شيء، نظافه المظهر ونظافه الشكل، وان احنا يعني نهتم كمان بالنظافه. الموضوع النظافه في الشوارع ده تعبني قوي قوي قوي. نفسي ان احنا نهتم بيه اكتر من كده، وان احنا حتى في يعني دايما بيقولوا النظافه ملهاش علاقه بان احنا نشتري حاجات غاليه قوي، لا خالص. هي ممكن صابونه عاديه جدا اخش استحمى بيها ويبقى شكلي حلو ونضيف، والله العظيم. هنعرف انت جاي تشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90-90. هنعرف انت جاي تشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90-90. طب قولي لي ايه مقومات مي سليم في الموضوع ده، ان هي تبقى مديرة النقابة او رئيسة النقابة دي؟ ايه مقومات شخصيتك هتبقى موجودة، وهتتعاملي ازاي مع الناس اللي تحت ايدك؟ هيبقى معاكي موظفين طبعا هيبقى في موظفين. وعايزه اقول لك ان انا ما شفتش مدارس هنا لمصممين الازياء غير بره، في كل حته بتلاقي.
يعني هناك بتلاقي بس في دلوقتي قليل قوي، يعني ما فيش اهتمام بمصممين الازياء. طبعا احنا عندنا مصممين ازياء هايلين هنا وليهم اساميهم، نفسي مصممين الازياء دول يبداوا يطلعوا اجيال تانية. يبقى احنا بشوف ناس مثلا موهوبين جدا ومش لاقيين فرصه، ياخدوا الناس اللي عندها تيست او عندها ذوق في حاجات معينه ويبتدوا يعملوا اجيال تانية ممكن نخرج منهم حاجات حلوه. طب مقومات شخصيتك هتبقى ازاي في انك انت النهارده تقدري تتحكمي في ده؟ مش عارفه، بصي انا ما اعرفش ابقى صارمه جدا، يعني انا حاولت ضعيفه شويه. يعني لو حد جه قال لي معلش اصل انا اتاخرت النهارده اقول له مش مشكله، بس ما تقولهمش ان انت قلت لي. طب يعني انت الموظفين كلهم هتدلعيهم كده؟ لا انا هخليهم يحبوني عشان يحبوا شغلهم، الحقيقه لو هم حبوا شغلهم مش هيبقوا محتاجين مني انا حاجه. لازم الواحد اللي بيعمل حاجه يكون بيحبها، يعني ما اروحش اشتغل مثلا انا مصمم ازياء عشان انا عايزه اتشهر، لا انا بشتغل مصمم ازياء او ان انا مسؤوله عن حاجه معينه عشان انا بحبها وحدلها. ودي الحاجات الاساسيه اللي انا ممكن ابص لها، ان هو فوق الموهبه ان هو كمان يبقى حابب الحاجه وممكن يديها قوي. مي سليم شايفه نفسها بعد 5 سنين من وظيفتها في نقابه الموضه والالوان فين؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ان انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. انت مش فاهمه بقى، يعني بصي الوان كلها هغيرها، مش بعيد تلاقي الوان ما سمعتيش عنها مثلا بحلوقي. يعني الواحد مش هيعرف يمشي في الشارع. شكلها كده هتلاقي الناس كلها قوس قزح. لا يعني انا هحاول ان انا اهم حاجه هبتدي كل حاجه بتهيألي، يعني اكيد هتبقى في بلانز واكيد هتبقى في حاجات انت بتفكري فيها، واكيد هفكر في يعني هتاخد خطوه خطوه، كل حاجه بتتاخد خطوه خطوه هيبقى ليها مكان. زي ما بقول لك تخطيط بعيد المدى وقصير المدى. يعني عندك رؤيه كده لقدام ان انت هتبقي هايله في الوظيفه دي. بصي انا بحب قوي بحب تصميم الازياء قوي، وبحب اشوف ستايلست شاطر، وبحب يعني ده مهم، فانا هحاول اخلي في مدارس كتير قوي في الموضوع ده. تفتكري؟ والله بصي يا مي، احنا هنراجع الورق بتاعك السي في وهنشوف بعد الانترفيو ده انت هتاخدي الوظيفه دي ولا لا. بس تفتكري هتاخديها؟ والله اتمنى يا جمهوري يا عزيز بليز لو في فوتنج عشان خاطري ما تحرجونيش، انا بحبكم قوي 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 قوي، والنبي ما تكسبوني قدام الناس. طب حته غنى كده اقول لهم لينا كلام بعدين حبيبي، ده النهر العنين هقول لك غبت عنك فين، انا ليك متشوقه دلوقتي سيبني اعيش في حضنك، يعني ما تلومنيش وحشني نفسي ما تقوليش دلوقتي كلام بقى. بصي بعد الرشوه اللي انت رشتها لي دلوقتي انا ممكن افكر الوظيفه دي تبقى من نصيبي. يا رب كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم على كل اللي بيسمعونا وكل الجمهور الجميل. واتمنى ان شاء الله ان نكون ضيفه خفيفه عليكم، واتمنى ان انا اخد النقابه دي، ورمضان كريم على كل امه المسلمين، ويا رب كده ان شاء الله كل ايامنا تبقى حلوه وجميله وامن وامان على كل اللي بيسمعونا وكل المصريين. متشكره قوي قوي يا مي، وكل سنه وانت طيبه ورمضان كريم. هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتوره بيطري. انا جاي اشتغل عندكم سفير. وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين je parle français comme le petit oiseau. يا ليبي يا ليبي يا ليبي ان انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا هنا بقى اظبط، خلينا هندس. ماشي يا هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل، احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري، هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه، انا مؤهل. شايف نفسك تقدر تسد بالشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90.